انتوا مغتربين زي حالتنا يعني، فعايزين تاكلوا عكاوي. العكاوي هنا يعني عشان تحجزها لازم قبلها بشهر بشهرين، على بال ما ربنا يفرجها على الجزار ويرضى يدي. فخليت ماريو حجز لنا، تمام. فجبنا العكاوي، هو بيديك الديل على بعضيه متقسم بس مش متقطع للاخر، فاحنا قطعناه تمام. وحشنا كميه الدهن الكبيره دي. طبعا انت ممكن تستخدمي الدهن، حابه ترميه ترميه، حابه تحطي معاه تحطيه، بس هو اوفر يعني كتير خالص بصراحه، فالكميه كبيره، فاحنا ده مش عايزينه ونستخدم ده. فاحنا حاليا هنروح نغسل العكاوي، تمام. ونروح بعد كده ايه، بعد ما نغسلها تابعوا معانا بقى ايه اللي هيحصل بعد عمليه الغسله. نعملها ازاي؟ هنعملها طاجن يعني في الفرن، تمام. دلوقتي بعد ما الزيت سخن انا هحط كام واحده قرنفل روايح يعني عشان لو في اي ريحه زفاره، وهحط برضو كام واحده من هنا من الهيل، حبهان يعني، حبهان او هيل يعني الاسمين صح، بس يطلع شامم الريحه. انا شامم هم شامين ما اظنش. بس هبدا بقى ارجعها للهيل لان هو كان الزيت سخن، وهبدا احط العكاوي بتاعتنا، تمام. بس تاخد صدمه مش اكتر عشان تحس فيها التحميره. حطوا لايك عشان احنا بنتعب علشانكم، عشان نوريكم العكاوي في الغربه بتتعمل ازاي. شايفين الزيت بيفط ازاي. دلوقتي بص حطينا ايه، حطينا قرفه عشان برضه ريحه الزفاره، تمام. وحطينا شويه توابل زي ايه، زي الفلفل الاسود. هي عموما خدت لون لو شايف، هي ايه، خدت الصدمه. اهم حاجه ما نستعجلش عليها في موضوع الصدمه ده عشان يبقى شكلها حلو، حتى وانت بتاكلها تعرف ان هي حتى لو دخلت الفرن ومتغطيه مثلا بالخضروات اللي احنا هنحطها، تعرف ان هي ايه، متحمره يعني، واخده اللون، تمام. شايف اللون. بس حطيت التوابل، شويه ملح، فلفل، تمام، ثوم باودر، بصل باودر لو عندك، وتوابل اللحمه بس. وخلاص كده ايه، اخدت معانا الصدمه وبقت زي الفل، تمام. وهنعمل ايه دلوقتي، نبدا نحط ايه الخضار بتاعنا. هي كده كلها واخده الصدمه لو شايفين، وكلها لونها محمر خلاص، مفيهاش اي دم خلاص. فاحنا نبدا نعمل ايه، نحط ايه الخضروات بتاعتنا اللي هنعمل بيها الطاجن، تمام.
سندوتشات يعني، بس بنقلبه شويه مع العكاوي بس لغايه ما يدبل او يتكرمل زي ما بنقول، ونستنى شويه عشان نحط الخضروات. الطبخ والكلام ده كله انا ماليش دعوه بيه، انا بس ايه بتاع ان انا اجرب لك الاكل يا باشا. ده الطاجن بتاعنا. يا سلام. طبعا هنا كان في حته لحمه بس اتاكلت يعني. ده الطاجن بتاعنا، اتمنى ان انا اعرف اقلبه كويس لان هو سخن. وده طبق طبعا بتاع اخواتنا العراقيين، احنا يعني واخدينه منهم كده بالحب يعني. تمام. الدنيا حلوه ما بينا، ونقلب كده يا ست الكل. الله 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 الله. هوب تعال. دي العكوة يعني، هي جميلة طرية كلها حنية سوفت خالص وجوسي. مش هننظم لكم الدنيا زي ما هي اتكبت. ادي اللحمة اهي بتاعتنا، كل حاجة فيها تمام، حتى الحتة الملبسة اهو، بعد السخنة مش عارف امسكها، ولكن اهو العضمية باينة كله تمام. فهنا البطاطس عندنا برضو ما اتهرتش ولا اي حاجة، كله تمام. الجزر تمام. هنا دول شويه رز احنا بنحب نعملهم دايما بالشعريه، مريانه واستاذه فيهم بنحب نعملهم. بصراحه اكل يستحق ان انت تعمله وتجربه. العكاوي حلوه خالص، في ناس مش بتحبها ولكن الموضوع عادي جدا ونضيف جدا اهو. يعني زي ما انت شايف كل حاجه سوفت. انا بس بعمل بيدي، مش عايز اتصنع وامسك معالق. كل حاجه تمام، وتاكل صبعك وراها. نظيفه ما فيهاش اي زفاره. التوابل المحطوطه مخليه ان هي ملهاش اي ريحه. القرفه اللي محطوطه والحبهان وكل ده، وكلها ملبس وحلوه زي ما انت شايف. اكبر حته اهو العظم يعني بيطلع عادي. تجربه جميله ويا ريت اجربها في البيت. وشكرا لمريانه، ونجرب الاكل بقى، ومع السلامه.